بتقول إسراء صاحبة القصة إنها اتجوزت واحد اسمه أيمن من حوالي 5 سنين. هما من محافظة الشرقية، وهو كان جارها وكان في بينهم قصة حب من أيام ما كانوا في ثانوي. وجوزها أيمن ده كان بيشتغل فني في شركة أغذية كبيرة، والدنيا كانت ماشية كويس ومستقرة. بس علاقة إسراء بحماتها ما كانتش أحسن حاجة، بسبب إن إسراء للأسف ما خلفتش. وبعد الجواز ب2 سنين حصل مشكلة مع جوزها في الشركة اللي كان بيشتغل فيها، ومشي منها وقعد حوالي 3 شهور يدور على شغل، بس للأسف ما لقاش. ولما لقى وظيفة كانت براتب قليل جدا، ومن هنا جات له فكرة إنه يسافر ويشتغل بره، وبدأ يجهز الأوراق بتاعته. وقبل ما يسافر أيمن كان مقدم على شقة تبع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان باسم مراته إسراء، وكانوا اتصلوا بيهم علشان يروحوا يستلموا الشقة بتاعتهم. فراح هو وإسراء واستلموا الشقة. وفي الوقت ده إسراء فرحت قوي بالشقة، وطلبت من أيمن إنهم ينقلوا العفش فيها ويقعدوا فيها، وإنها بلاش تقعد مع حماتها علشان ما تحصلش بينهم مشاكل وهو مسافر. أيمن اقتنع بفكرة إسراء، وفعلا بعد ما استلموا الشقة وركبوا العدادات بتاعتها بدأ أيمن يسيب الشرقية وينقل عفش الشقة كله للشقة الجديدة اللي استلمها في العاشر من رمضان، مع إن أهله كانوا رافضين الموضوع ده خالص، وخصوصا أمه، علشان كانت عاوزة إسراء مراته تقعد معاها وتخدمها. بس طبعا أيمن علشان وجع الدماغ والمشاكل قال يبعدهم عن بعض. وفعلا مشيوا من الشرقية وراحوا العاشر من رمضان في شقتهم الجديدة. أيمن قعد فيها حوالي 1.5 شهر على ما جه ميعاد السفر بتاعه، مع إنه كان مش هيشتغل بره بنفس الوظيفة اللي هو شغالها في مصر، بس هو وافق علشان موضوع الفلوس. وقال لمراته خلي بالها من نفسها ومن البيت، وإنه هيبقى على تواصل على طول معاها أول ما يكون في وقت يسمح إن هو يكلمها يعني. وبعدها سافر أيمن وساب إسراء قاعدة في شقة لوحدها في مدينة جديدة ما تعرفش فيها حد ولا حد يعرفها. قعدت إسراء أول أسبوع لوحدها، وأيمن بقى يتصل بيها بعد ما سافر وبقى يطمن عليها. إسراء بدأت تنزل تتمشى في المنطقة الجديدة علشان تشتري الحاجات بتاعت البيت وتستكشف المكان الجديد. فضلت إسراء قاعدة بين 4 حيطان، وما كانتش بتعمل أي حاجة في يومها غير الفيس والتلفزيون، وبتستنى أيمن يكلمها بالليل بعد ما يخلص شغله. فضلت إسراء على الوضع ده حوالي 4 شهور. بعد ال4 شهور بدأت العمارة اللي ساكنة فيها إسراء يبقى فيها سكان جداد، استلموا برضو الشقق بتاعتهم ونقلوا فيها، لحد ما في يوم إسراء لقت الباب بتاعها بيخبط خبطة خفيفة كده. فإسراء خافت لأن محدش يعرفها ولا حد بيجيلها أصلا. فراحت بصت من العين السحرية لقت عيل صغير واقف قدام الباب. راحت فتحت الباب وقالت له أيوة يا حبيبي بتخبط ليه؟ كان الولد ساعتها ماسك في إيده ورقة وقلم، وقال لها بابا بيقول لحضرتك اكتبي رقم عمه هنا علشان هو عايزه. راحت إسراء قالت له معلش يا حبيبي عمه مش موجود دلوقتي، والواد مشي وإسراء قفلت الباب. بعدها ب5 دقايق لقيت الباب بيخبط تاني، ولقيت الولد الصغير بيقول لها معلش بابا بيقولك عاوز رقم عمه علشان في حاجات عاوزين يعملوها للعمارة ولازم السكان كلها تكون موجودة. راحت إسراء كاتبة رقم تليفونها هي، لأن طبعا جوزها مسافر ومش هيكون فاضي يتابع ولا يكون فاهم إيه اللي بيحصل عند إسراء في العمارة. وراحت مديه الورقة اللي فيها رقم تليفونها للولد وقفلت الباب. بعديها بنص ساعة لقيت تليفونها بيرن ورقم غريب بيتصل بيها. راحت ردت لقيت واحد بيقول لها أنا المهندس وائل جار حضرتك. قالت له أهلا بيك. قال لها هو الرقم ده رقم زوج حضرتك ولا رقمك انتي؟ قالت له لا ده رقمي أنا. قال لها طيب أنا محتاج رقمه هو بحيث يبقى متابع معانا الحاجات اللي هنعملها في العمارة، ولو هيكون في اجتماع هنعمله هيكون حاضر معانا. إسراء قالت له والله أنا جوزي مسافر وأنا قاعدة في الشقة لوحدي، وهو مش هيكون عنده وقت يتابع حاجة هنا، فأنا الموجودة لو في مصاريف لأي حاجة حضرتك قولي عليها وأنا أدفعها، إنما اجتماعات وكده أكيد مش هقدر أحضر أنا الحاجات دي. قال لها خلاص مفيش مشكلة، عموما أنا كنت عاوز رقم جوزك علشان أضيفه للجروب بتاع العمارة اللي فيه السكان كلهم، بس طبعا طالما هو مش موجود خلاص، وحتى مش هضيف رقمك في الجروب، بس رقمك هيكون معايا أنا بس
بما إني المسؤول عن العمارة، لو احتاجنا فلوس هبقى أكلمك وأقولك عليها. إسراء قالت له خلاص تمام. قال لها أنا هسجل رقمك دلوقتي عندي، أسجله باسم أم إيه؟ قالت له لأ أنا لسه مش أم الحمد لله على كل حال، سجلني باسم إسراء. قال لها تمام وقفل معاها. بعد ما عدى 5 شهور على سفر أيمن، كان بيبعت لها فلوس، بس بدأت اتصالاته بإسراء تقل، وبدأت إسراء تحس إنها قاعدة في سجن، نفسها تخرج وتتكلم مع حد وتتفسح، وكانت قربت تدخل على حالة اكتئاب. في الفترة دي تحديدا جالها تليفون من المهندس وائل اللي ماسك العمارة اللي ساكنة فيها، وسلم عليها وقال لها إنهم عاوزين يعملوا زرع قدام العمارة، وإنهم هيلموا من كل شقة 200 جنيه. قالت له مفيش مشكلة، ممكن بس تبعت لي ابن حضرتك وأنا أديله الفلوس. فوائل قال لها هو في المدرسة دلوقتي وأنا بره وقربت أوصل وداخل على العمارة، ممكن 10 دقايق وعدي أخدهم أنا. قالت له ماشي. شقة إسراء كانت في الدور الأول، والدور عبارة عن شقتين قدام بعض. الشقة اللي قدام إسراء كانت فاضية وصحابها قافلينها ومحدش بيجي فيها خالص. في الوقت ده بعد ما إسراء قفلت مع وائل، كانت قاعدة بالجلابية اللي بتقعد بيها في البيت عادي. راحت دخلت لبست عباية سودة من اللي بتخرج بيها في الشارع وطرحة علشان لما الراجل يجي تقابله وتديله الفلوس. بعدها بشوية الباب خبط. إسراء قامت بسرعة وراحت على الباب وبصت من العين السحرية، لقت واحد لابس بدلة وشكله شيك قوي. راحت فتحت الباب، لقت وائل قدامها. بتقول إن هي أول ما شافته بلبسه وبشياكته كانت واقفة مكسوفة قدامه بالعباية، وقال لها أنا المهندس وائل اللي كنت بكلمك من شوية. قالت له أهلا وسهلا، وراحت مد إيديها بال200 جنيه وادتها له. ووائل خد الفلوس وطلع على شقته. ومن هنا بدأ قلب إسراء يدق، وحست إن وائل ده حد كويس جدا، وبينها وبين نفسها كانت بتتمنى إن وائل ده يكون صديق ليها، لو عاوزة تسأل على حاجة أو تعرف حاجة، أو على الأقل خالص إنها تحس إنها مش عايشة لوحدها. بعدها بأسبوع وائل اتصل بيها وبقى يسأل عنها وعن أخبارها ويشوفها لو محتاجة حاجة، وبدأ يقول لها لو احتاجتي أي حاجة احنا اخوات، وانا بره لو احتاجتي اي حاجة اعتبريني زي اخوكي وقوليلي عليها. وطبعا كانت بتتكسف تقوله على اي حاجة، بس اهتمامه بيها خلاها تفكر فيه، وحست انه فعلا حد قريب منها قوي. وهو بيكلمها قال لها ان هم عملوا الزرع بتاع العمارة خلاص، وانه هيبعت لها الصور على الواتساب علشان تقول رأيها. قالت له ماشي. ودي كانت اول مرة يبعت لها حاجة على الواتساب، وبعت لها الصور بتاعة الزرع بتاع العمارة وعجبتها قوي، وقال لها على فكرة أنا اللي مصمم كل ده. قالت له تسلم إيدك. وبدأ وائل يقرب من إسراء واحدة واحدة، وكان دايما كل يوم يبعت لها على الواتساب رسائل فيها صباح الخير، ويبعت لها ورد ويسأل عليها. وعلى الناحية التانية أيمن جوزها لو اتصل بيها مرة واحدة بس في الأسبوع يبقى كويس قوي. وبقى كل اللي شاغل إسراء في الوقت ده وائل ورسايله ليها وسؤاله عليها واهتمامه بيها، لحد ما بقوا صحاب جدا، وإسراء اعتبرته أقرب حد ليها وأقرب كمان من أهلها. وبدأت إسراء تحكي له عن حياتها كلها من بدايتها لحد ما وصلت للشقة دي. ووائل عرف عن إسراء كل حاجة تقريبا، وبدأ يديها نصايح علشان حياتها تبقى أفضل، خصوصا إنها قاعدة لوحدها. وقال لها لازم تكوني قريبة من حد، لأن الوحدة مش حاجة حلوة وممكن تتعبك نفسيا. لحد ما في يوم وائل طلب من إسراء طلب ما كانتش تتخيله. قال لها هو أنتي مش بتخرجي؟ قالت له هخرج أروح فين؟ أنا معرفش أي حاجة هنا ولا أعرف حد، يا دوبك بنزل أجيب طلبات البيت بس وبطلع على طول. قال لها طيب إيه رأيك نخرج سوا؟ إسراء من جواها فرحت، بس في نفس الوقت خافت تخون ثقة جوزها فيها، وخافت إنها تعمل كده، فرفضت واعتذرت له. بس طبعا مع إلحاح وائل عليها إنه عاوز يخرجها من الجو اللي هي قاعدة فيه، وافقت. وفعلا بدأت إسراء تخرج مع وائل، وبقت تاخد راحتها بره وتتأخر عادي جدا، لأن مفيش حد في البيت، ولا هي عايشة في بيت عيلة، ولا حد يسألها كنت فين ولا رجعتي امتى ولا إيه اللي أخرك.
وبقى وائل يعاملها معاملة هي ما تحلمش بيها. ده غير انه بقى يوديها مطاعم كبيرة ومشهورة ويعزمها على غدا بره، وما كانش بيتأخر عنها في أي حاجة. وده طبعا ما كانش بيحصل من جوزها سواء في فترة الخطوبة أو في فترة الجواز. وبدأت تقارن معاملة وائل ليها ومعاملة جوزها ليها، وفي الوقت ده حست إنها عايشة مع شخص ومتجوزة شخص غلط خالص، بعد ما لقت أجمل معاملة من وائل. ومعاملة وائل معاها بدأت تاخد منحنى تاني بعد ما بدأ يبعت لها هدايا، وبتقول إن هو في مرة كان بيجيب لها خواتم وجاب لها سلسلة فضة وهدايا تانية كتير جدا. لما كان بيقابلها بره كان بيديها لها، وبتقول إنه كان بيخليها فعلا أسعد واحدة في الدنيا. ولما بدأت إسراء تسأله طب انت ليه بتعمل معايا أنا كل ده مع إنك متجوز وعايش مع واحدة تانية وأكيد هي اللي تستاهل كده مش أنا؟ قال لها إنه أصلا ما كانش متجوز مراته عن حب يعني، والعلاقة اللي بينهم حاليا علاقة عادية روتينية جدا ما فيهاش أي مشاعر أو أحاسيس ليها. واعترف لها وائل في الوقت ده إنه أول ما شافها كان معجب بيها جدا، وإن إسراء دلوقتي هي اللي شاغلة كل تفكيره. إسراء قالت له أنا كمان مبسوطة جدا وأنا معاك، بس أنا مش عارفة العلاقة دي نهايتها هتكون إيه، خصوصا إنك متجوز وأنا جوزي مش معايا ومسافر، بس برضه متجوزة وعلى ذمة واحد تاني. قال لها محدش يعرف بكرة في إيه، خلينا نعيش اللحظات اللي احنا فيها مع بعض ونستمتع بيها، وبعد كده نشوف إيه اللي هيحصل. وإسراء قالت إنها بدأت تدخل في صراع في التفكير ومقارنات ما بين وائل وما بين جوزها اللي سابها ومشي وما بقاش يسأل عليها. ووائل حاليا بقى أقرب حد ليها. وقررت إسراء بعد تفكير كتير قوي في حياتها الحالية إنها تعيش حياتها وما تضيعش عمرها في التعاسة اللي هي عايشاها. وبتقول إنها حست إن جوزها بيعملها معاملة وحشة جدا زي معاملة الحيوانات اللي حطها في قفص وبقى يحط لها أكل من وقت للتاني ويسيبها ويمشي. ومن هنا بقت خاتم في صباع وائل. وبعد ما كانت الأول بتفكر في أي حاجة وائل يقول لها عليها تشوفها صح ولا لأ وهتعملها ولا لأ، دلوقتي بقت ما تفكرش وتنفذ أي حاجة وائل يقول لها عليها. في الوقت ده كان عدى سنة على سفر أيمن، والمفروض إنه خلاص العقد بتاعه خلص والمفروض إنه خلاص هينزل مصر. راحت مكلماه وقالت له هتنزل إمتى؟ قال لها مش هنزل دلوقتي خالص لأنهم جددوا لي العقد بتاعي سنة كمان، وعشان أنزل أجازة الأجازة دي طبعا هتكون على حسابي أنا وهدفع مصاريف جامدة جدا، فبعد السنة التانية دي هنزل وهستقر خلاص في مصر. وقتها إسراء ما زعلتش لما قال لها كده، بل بالعكس هي كانت مبسوطة جدا إنها عايشة براحتها وكانت عايشة فترة جميلة جدا بسبب علاقتها بوائل. فموضوع إن أيمن هيفضل بره دي كانت حاجة مفرحاها جدا، وهي كانت حابة كده علشان تفضل على علاقتها بوائل. وهي كانت معرفة وائل إن علاقتهم مش هتكون زي الأول لأن خلاص جوزها هينزل أجازة وهيقعد ويستقر معاها، فمش هيكون في كلام بينهم زي الأول. ولما كلمت أيمن وعرفت منه إنه هو هيقعد سنة كمان، راحت مكلمة وائل وقايلاله إنه هو لسه قدامه سنة على ما ينزل. وائل وقتها فرح قوي وقال لها إن هو كان متضايق لما عرف إن خلاص جوزها هيجي من السفر، بس السنة دي كانت مختلفة تماما عن السنة اللي قبلها اللي كانت كلها تعارف وخروجات وهدايا وعزومات ومطاعم وفسح. وبدأ وائل يقرب من إسراء بطريقة مختلفة، وبدأ يقول لها إنه نفسه يتجوزها وإنها بتوحشه كأنها مراته، وبدأ يقول لها كلام حلو ما كانتش بتسمعه منه قبل كده. إسراء بدأت تضعف لكلامه وحست إنها بقت محتاجاله في حياتها. وبعدها وائل بدأ يطلب منها إنهم يتقابلوا في الشقة عندها بدل ما بيخرجوا بره، وإنه عاوز يكون قريب منها أكتر من كده. إسراء خافت في البداية بس عشان هي عارفة وائل وواثقة فيه وافقت، بس قالت له هنعمل كده إزاي؟ قال لها بصي أنا بنزل أروح شغلي الساعة 7 الصبح كل يوم، لما نتفق على يوم هبقى أخد أجازة من الشغل اليوم ده
وهنزل الصبح واتأكد ان مفيش حد في السلم على السلم بتاع العمارة وابقى ادخل عندك، ولما يجي ميعاد رجوعي من الشغل ابقى اطلع البيت. واتفقوا فعلا على كده، وبقى وائل ينزل لإسراء شقتها لحد ميعاد رجوعه، وساعات كان بيقول لهم في البيت ان هو رايح مشوار وينزل عند إسراء بالليل، لانه ما كانش بيعرف ياخد اجازات كتير من الشغل. وطبعا للأسف إسراء قالت انها وقعت في علاقة معاه، وتقريبا كان بيروح عندها ممكن كل 10 أيام، لحد ما حصل اللي لا إسراء ولا وائل ولا حد يتوقعه، وإسراء بقت حامل. وقالت لوائل انها حامل، وائل قال لها ده لازم ينزل فورا، وفضل متابع معاها لحد ما راحت لدكتور وفعلا نزلته. ومن بعدها إسراء بقت حاسة بالذنب من اللي بتعمله، وقالت لوائل انهم لازم يبطلوا اللي بيعملوه ده. وكالعادة وائل طبعا ما عجبهوش الكلام، وبقى يوعدها ويقول لها لما جوزك ينزل اجازة اول حاجة تعمليها اتطلقي منه وانا هتجوزك. وإسراء فضلت مصدقاه، وفضلت علاقتهم ببعض، وانه بقى يروح شقتها برضه مستمرة، على امل ان اول ما ايمن جوزها ينزل إسراء هتطلب منه الطلاق ووائل يطلق مراته ويتجوزها. خلصت السنة التانية اللي المفروض أيمن كان هينزل فيها مصر. أيمن كلم إسراء في آخر السنة وقال لها إنه مش هينزل دلوقتي ومش عارف هينزل إمتى. إسراء اتخانقت معاه في التليفون على أساس إن هو سايبها 2 سنين محبوسة وعايشة لوحدها، وإنها خلاص ما بقتش مستحملة العيشة دي، وطلبت منه الطلاق، خصوصا إن مفيش بينهم ولاد، وإنه عايش في وادي وهي عايشة في وادي تاني خالص. وبعد اللي شافته مع وائل خلى قلبها يقوى وتطلب الطلاق وهي مرتاحة نفسيا. طبعا لما طلبت الطلاق من أيمن رفض يعمل كده، فقالت لوائل إن هو مرضيش يطلقها. قال لها خلاص ارفعي عليه قضية خلع وهتكسبيها بنسبة كبيرة قوي. ووائل ودى إسراء لمحامي وفعلا رفعوا قضية الخلع، واتخلعت من أيمن رسمي، وبقت قاعدة في الشقة بتاعة الإسكان اللي هي شقتها ومكتوبة باسمها. وراحت بعت لأيمن الحكم بتاع الخلع وقالت له لما تبقى تنزل مصر ابقى خد العفش بتاعك. وانتهى أيمن من حياة إسراء للأبد، وبقى وائل مطمن جدا إنها خلاص ما بقتش متجوزة وإنها حرة دلوقتي. بس للأسف ده جه على دماغه، لأنها طلبت منه إنه يتجوزها. قال لها أنا مش هينفع أتجوزك رسمي دلوقتي إلا لما أطلق مراتي، يا إما في حل تاني مؤقت علشان نكون مع بعض في الحلال. قالت له إيه هو؟ قال لها هنكتب ورقة جواز عرفي مؤقتا بينا لحد ما طلق وبعدها اتجوزك. وطبعا لأنها بتثق فيه جدا وافقت واتجوزها عرفي، وفضلوا على علاقتهم واللي كان بيحصل بينهم قبل ما يتجوزوا عرفي. بس المرة دي حاولوا يخلوا الموضوع شوية في شيء من الحلال، وإسراء حملت منه للمرة التانية، بس المرة دي ما نزلتهوش. وبعد ما بقت حامل وبطنها بدأ يظهر عليها الحمل بدأت تطلب منه يتجوزها رسمي، حتى وهو متجوز مراته وتبقى زوجة تانية. بس طبعا وائل رفض، وحصل ما بينهم مشكلة كبيرة جدا. إسراء خلفت وبقى معاها طفل حاليا، ووائل رفض انه يكتبه باسمه. وحاليا إسراء رفع عليه قضية إثبات نسب، والدنيا حاليا معاها وحشة قوي ومش عارفة تعمل ايه، وما عرفتش كمان حد من أهلها حاجة، وكل اللي نفسها فيه دلوقتي إن وائل يتجوزها ويعترف بالولد علشان على الأقل تقدر تواجه أهلها. فهل في حاجة تانية هي ممكن تعملها غير قضية إثبات النسب اللي هي عملتها؟ لو حد عنده نصيحة تساعدها في الوضع اللي هي فيه ياريت يكتبها في التعليقات، هي هتتابع التعليقات كلها بتاعتكم. واللي عنده أي قصة أو مشكلة ومحتاج آراء الناس فيها يبعتها لنا على صفحة الفيسبوك، وإحنا هننزلها له في القناة.